أشغال ومشاريع الجزائر الجديدة الكبيرة والعملاقة. خط قطار فائق السرعة على مسافة 2439 كيلومتر في الجزائر سيربط بين الجزائر العاصمة وتمنراست. قال وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية إن أشغال إنجاز خط السكك الحديدية الرابط بين الجزائر العاصمة وتمنراست سينطلق خلال السنة الجارية. وأوضح الوزير الجزائري في ندوة صحفية أن مشروع هذا الخط الرابط بين الولايات الشمالية والجنوبية والذي يوليه رئيس الجمهورية الجزائرية السيد عبد المجيد تبون أهمية سينطلق في السنة الجارية. وأضاف في هذا الشأن أن البداية ستكون مع المقطع الرابط بين بغزول وقصر البخاري في الأيام المقبلة، فيما ستنطلق الأشغال على مستوى المقاطع الأخرى خلال السنة الجارية، مشيرا إلى الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا المشروع، لا سيما مع تركز عدد هام من الاستثمارات في الولايات الجنوبية، منها تلك المتعلقة بقطاع الزراعة في المنيعة وأدرار. وحول تقدم أشغال الخطوط المنجمية أكد الوزير أنهما يعرفان وتيرة إنجاز متسارعة، حيث ينتظر أن يتم تسليم الخط الرابع من منجم غار جبيلات تندوف وبشار قبل المدة التعاقدية، ومن المحتمل أن يتم ذلك في السنة الجارية، بينما ينتظر تسليم الخط الخاص بمركب الفوسفات شرق البلاد الجزائرية في السداس الأول لسنة 2027، أي في الآجال المتفق عليها. ومن أهم مشاريع الجزائر في الشلف نفق أرضي بالمدينة الجديدة حي بن سونا سيفك حالة اضطراب في السير كان يشهدها الطريق العام المؤدي لحي الحسنية. هذه مارينا الجزائر. عند اكتمال باقي مشاريع الأبراج ستزداد الواجهة البحرية للعاصمة الجزائرية جمالا كبيرا.